السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الربح والتقنية. في حلقة اليوم إن شاء الله ستكون عن كيفية توفير 30,000 دولار وحصول على دروس أونلاين مجانية من طرف شركة يوديمي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. هي بالحب يعني عن طريق الميسنجر أو فيسبوك إذا كنت تستعمل البي سي. أول شيء تقوم بفعله وهو الذهاب إلى هذه الخانة والبحث عن ريسيرش فقط في هذه يوديمي كوبون بوتس. كما تشاهدون هنا نضغط عليها وهناك تشاهدون ستارت أو ديمار. هاي نعم. My name is Couponer. It's nice to meet you today. I send you daily Udemy free coupon. It's totally free service. Hurry up and take advantage of Udemy free coupon booth. Kindly choose your country. So I will choose my country. So there is no my country. Right, Algeria. Algeria, and like you see وكما تشاهدون فقط تضغطون الآن Algeria. Thank you. Now you can get your free coupon for Udemy now. يعني الآن أستطيع الحصول على الكوبونات فري فقط بالضغط على subscribe كما تشاهدون. ما بعدها you have successfully subscribed. أنا قمت بالاشتراك معهم. What is said also you can enjoy all coupon in the menu plus coupon that you will receive. يعني يقولون يعني كل يوم سأدت هذه الكوبونات ويعني يبعثون سوف يرسلون لي كل يوم. والآن you will find menu on below left. كما تشاهدون يعني يقولون لي you will find menu on the lower left in this chat box at the image below. يعني هنا كما تشاهدون عند الضغط عليها هنا فقط نضغط Udemy free coupon. You can help couponer by informing me by your testify. على سبيل المثال أنا أهتم نبحث فقط فوتوغرافي جرافيك ديزاين على سبيل المثال. كما تشاهدون عند الضغط على هذه أحصل على جميع ما يوجد في المنيو. تشاهدون يلا سنختار فوتوشوب ماستري. كما تشاهدون يعني هنا كوبون. انتظر دقيقة فقط فوتوشوب بيجنر ماستري 0 to هيرو فوتوشوب يدمي فري كوبون. لقد نقوم بالضغط على هذا الرابط. يعني أفضل أن أدخل له عن طريق البي سي. كما تشاهدون الآن أحصل عليه فقط مجانا. سارعوا في الحصول على هذه الكوبونات، يعني شيء جد رائع للتعلم. هذه حلقة اليوم، أتمنى أن تكون أعجبتكم. إذا أعجبتكم فقط اعملوا لايك، وإذا أردتم أن يستفيد عدد كبير فقط اعملوا شير ليستفيد الجميع. ولا تنسوا أيضا الاشتراك بقناتي هنا ليصلكم جديد فيديوهاتي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.